السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة قصة حقيقية حصلت في صفة اللبن في بولاق الدكرور تبع الجيزة. مصطفى في المحكمة بيقول: أنا اللي ارتحت لما اتحكم عليا بالإعدام، لأن جانا كانت كل يوم بتجيلي في المنام وتقف لي وتبص لي البصة اللي أنا شفتها وأنا جاي أخنقها، وهي بتقول لي: ليه يا محمد خلقتني؟ ليه موتني وأنا كنت مأمنة ليك؟ أنا صاحبة أختك. طبعا كل يوم بتجيله في المنام ومش قادر، فارتاح لما اتحكم عليه بالإعدام. تعال نشوف القصة. مصطفى ما كانش إنسان وحش، ما كانش إنسان بلطجي، ما كانش إنسان حيوان ولا متخلف ولا حرامي ولا قاتل. لا، مصطفى كان طالب في حقوق، عنده 20 سنة. باباه الحاج فايز كان تاجر مواشي وعندهم بيت في صفة اللبن كويس، ليه اخوات اكبر منه وليه بنتين اصغر منه. بس بعد ما ابوه توفى الحاج فايز المسؤوليه زادت على مصطفى، لان في بنات لسه هتتجوز. طيب اعتمد على نفسك شويه. مصطفى كان جدع وراجل فعلا، بس ايه، كان متسرع شويه. مصطفى كان جدع، نزل اشتغل دليفري، كان عنده موتوسيكل او جاب موتوسيكل اشتغل دليفري بيوصل طلبات للبيوت والحاجات ديت، ودي دخلها ممكن يكون كويس. بس اي طالب او اي واحد في شاب في القاهره بيبقى مصاريفه كتير، قعدته على القهوه، مصاريفه في اكله بره، خروجاته، كل حاجه غير الاقاليم. المهم ما كانش الموضوع جايب كتير، ولكن وفجاه المكنه بتاعته او الموتوسيكل اتسحب في المرور، فطبعا محتاج فلوس كمان عشان يطلعه ويكمل شغل، واصبح عليه ديون كتير تقريبا 27,000. طيب لعند كده ممكن لو كلم حد من عمامه، حد من قرايبه، حد من اي من اصحابه ممكن يساعده، حتى لو هيتحبس اسمه عليه شويه ديون. طيب قاعد على القهوه مع مين؟ هي دي المشكله بقى. صحابنا مين؟ اعرف مين صاحبك، اعرف انت هيبقى سلوكك ايه. المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. معروفه كده. صاحبك تاجر مخدرات مستحيل انت تكون كويس، مستحيل. صاحبك حرامي مستحيل تكون كويس. صاحبك مؤدب وبتاع مساجد هتلاقيك نفسك مؤدب وبتاع مساجد. هي معروفه كده. صاحبتك مؤدبه ومحترمه، انت مؤدبه ومحترمه. صاحبتك وحشه والله مهما حصل هتبقى وحشه، حتى لو انت عليك المراقبه من الاب والام برضه هي هتاثر عليكي وهيبقى انتاجك مش كويس. وحاجات كتير حصلت قدامنا كده، وبنات كتير لما سابت صحابهم ولقت اصدقاء تانية وخدوا بالهم من مصلحتهم وبداوا يذاكروا كويس، لقت اصدقاء كويسين وكملوا بقى دكاتره حاجه كويسه. ليه؟ عشان خاطر غيروا الصديق بس. فالمهم مصطفى قاعد مع مين؟ مع محمد صاحبه على القهوه. محمد صاحبه في حقوق؟ لا. طب في طب؟ لا. محمد ايه؟ محمد مخلص اعداديه وشغال كده ايه هنا وهنا وهنا، ومحدش يعرف هو بيشتغل ايه ولا بيصرف منين، يعني ممكن نقول حرامي. يا محمد انا عندي ديون وكلام من ده، وحتى فلوس القهوه مش عارفها. وانا كمان والله يا مصطفى الدنيا ملخبطه معايا وعليا فلوس الناس كتير. طب هنتصرف ازاي ولا نعمل ايه وانا هسدد الفلوس دي ازاي؟ محمد بقى مش طاول. محمد تعليمه ايه؟ مفيش. المهم عندي خطه يا محمد وعندي فكره. ايه هي؟ قال لك نخطف واحد، نخطف طفل صغير، نطلب فديه من ابوه، خلاص نيجي ناخد الفلوس يبقى خلصنا الموضوع. هنا بقى المفروض محمد مصطفى فطرته يمنع الحاجه دي ويقول لا، لان مصطفى شاب وسيم متعلم كويس، بيشتغل وبيجتهد وشاف مصلحته، بس ما توصلش اللي هو يفكر اللي هو يخطف حد. لكن الشيطان تغلب على فطره مصطفى الكويسه. تمام. طب ماشي نخطف واحده او نخطف واحد. طب هنخطف مين؟ هنخطف مين؟ انا هنخطف اي حد يكون اهله معاه فلوس، وهنجيب موبايل ب مضروب يعني باسم فيك، ونتصل وناخد الفديه ونودي الولد. ومش هنطلب فديه كبيره علشان خاطر الشرطه وبتاع، يبقى الموضوع سهل اللي هم يدفعوه. ماشي. طيب هنخطف مين؟ مصطفى جات له فكره. في بنت اسمها جنى زميله اختي، بتيجي تلعب معاها بالساعه والاتنين، وعندها 9 سنين، واخت عندها 9 سنين. دي اهلها كويسين ومبسوطين، وعارف اللي هم بيسالوا سمسره عايزين يشتروا بيت كبير، بيت جديد كبير، محلتهم كويسه، ده ممكن نخطفها. فمحمد قال له ماشي نخطفها. وهنحطها فين؟ هنحطها في الشقه عندنا تحت، عندنا في الدور الارضي شقه فاضيه محدش بيدخلها، بيتحط فيها شويه كراكيب وكلام من ده، بس دي هتعرفنا. قال له هتعرفنا، امال نوديها فين؟ لا هناخدها برضه هنخطفها. طب بلاش منها يا محمد. قال لا هنخطفها بس انا هخلص لك عليها. ازاي؟ هقتلها لك وهتيوها لك، هقتلها وتويها محدش هيعرفها، ولا انت هتشوف حاجه خالص. انت متاكد؟ اه متاكد. الموضوع هيبقى طب مش حرام؟ حرام مين يا عم؟ احنا هنخطف يعني، الخطف مش حرام؟
ما الخطف برضه حرام يعني. هنعمل الخطف خطف زي القتل، وطبعا الخطف مش زي القتل، الخطف حاجه والقتل حاجه تانية. ازهاق النفس دي بدون وجه حق دي اهون عند الله من هدم الكعبه، اهون عند الله من هدم الكعبه. المهم خطفوا فعلا. جنى جت فوق، طلعت لاخت مصطفى. مصطفى كان قاعد قدام البيت، اتصل على محمد: يا محمد تعالى لي، جنى فوق عند اختي، وحتى بتسالني على ازاز ميه فاضيه. فقلت لها لما تطلعوا تنزلي ابقى اشوف لك. المهم ساعه كده ولا ساعه ونص والبنت نزلت مروحه بعد ما لعبت مع اخته. فينا قال لها: انت كنت عايزه مني ازاز ميه؟ ادخل الشقه ديت فيها ازاز ميه كتير. فعلا جنى الطيبه البريئه واللي على طول كل يوم عند في البيت ده، وهم جيران وفي حته واحده وعارفين، واهلها عارفين مصطفى وعارفين العيله، وطبعا دي غلط هنتكلم فيه. دخلت الشقه لقت فيها ازاز ميه فاضيه كتير، ومصطفى دخل وراها، والمفروض محمد جاي معاه. وقفوا على باب الشقه. محمد قال له: انا جوز اختي اتصل عليا، هروح له لانه هو عارف ان انا هنا، لو ما ردتش عليها هيجي لي، فانا هروح له على الصراعي وهاجي. هتيجي فين؟ انا اتفقت ان انا هدخلها لك وانت تخلص عليها. لا خلص انت عليها وانا هدفنها وهتويها يعني. فمصطفى قال له: ازاي احنا متفقين؟ متفقين ايه؟ ما لازم نخلص، وانت خلاص جبتها وخلاص، ادخل خلص. وقام ماشي، وانا على طول نص ساعه وهجي لك تكون خلصت. مصطفى دخل وراه وقفل الباب، ولقى في حبل في الاوضه. وطبعا جانا بتلم الازايز الفاضيه ومبسوطه. طفله 9 سنين، 9 سنين يا مصطفى يا ابن 9 سنين. فالمهم اللي حصل ايه؟ انت حافظه القران يا جنى؟ اه حافظه مصطفى. طب يعني تعرفي تقولي اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله؟ اه. وهي بتلم في الازاز: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. سامحيني يا جنى. وقام حاطط الحبل حوالين رقبه جنى. جنى اتلفتت لمصطفى قالت له: ليه يا مصطفى؟ فالبت وقفت مش عارفه تعمل ايه، وقام شدت الحبل وفضل يخنق فيها، والبت بتطلع في الروح وتفتح بقها مش قادره، وعينيها بتبص لمصطفى: انت ليه؟ انا كل يوم باجي لكم، ده اختك اختي يعني، انا طفله، هتاخد مني ايه يعني؟ بتقتلنا ليه؟ وقام لحد ما ماتت في ايديه. بعد ما ماتت في ايديه صدمه نزلت عليه، لان اول مره يعمل حاجه زي كده ومش متوقع ان هو يعمل حاجه زي كده ومش عارف يعمل. بعد ربع ساعه كده بدا يفوق: انا هعمل ايه؟ انا خلاص، انا الجريمه وقعت خلاص، والولد ما جاش. طب هوديها فين؟ لفها في سجاده صغيره كده وحطها في شوال وطلعها فوق السطح. كان فوق السطح في مبنى صغير كده، حفره صغيره كده في الصبه جنب المنور، حطها فيها وزود حفر، وطبعا حط عليها طبقه رمل وطبقه اسمنت علشان تبقى اختفت خالص، اكنها صبه في قلب ايه؟ البيت. بالفعل اتصل على محمد: انت قلت لي كذا وما جيتش، وانا عملت كذا كذا كذا. قال له: خلاص بسيطه، انا خلاص كل شيء تمام اهوت، وهنكن شويه. قال له: طب رقم التليفون بقى عشان تكلم ابوها بالفديه، عملت كل ده ليه؟ قال لي: ماشي، هجيب رقم تليفون وهكلم ابوها عشان الفديه. طبعا عدى 5 ايام 6 ايام، هو ولا جاب ولا اتكلم، هو شطاره، هو وز وبتاع وعمل الموضوع ده كله، وكان مستني حتى مصطفى هو اللي يتصل ويتكلم، ولو جه فلوس هو هياخد على الجاهز لو الموضوع عدى. ما عداش، اهو بعيد. المهم عدى الفتره دي كلها، والواد الشيطان اللي اسمه محمد ده ما اتكلمش ولا حصل اي حاجه خالص ولا جاب رقم تليفون. طبعا اهالي جنى اتهبلوا، قلبوا الحته، قلبوا صفه اللبن قلبوا بولاق كلها. الشرطه جت وقعدت وتدور، وراحوا سالوا البيت وقابلوا مصطفى: ما شفت جنى يا مصطفى؟ اه شفتها، كانت مع اختي. سال اخته: والله لعبت معايا ساعتين ونزلت، انا ما شفتهاش بعدها. وطبعا فعلا كانوا بيدوروا كمان على جنى، بس مصطفى عارف، بس مصطفى لو حد ساله بينهار، فعشان كده واخد جنب. المهم عدى 6 ايام و7 ايام، راح مين اللي هيكلمني في الحته دي؟ مصطفى. طلع ندل، شيطان ابن ايه وندل. طب هنعمل ايه؟ راح لابن عمه كلمه: تعالى لي على القهوه. راحوا على القهوه قعدوا: انا حصل مني 1 2 3 وقتلت جنى ودفنتها فوق السطح وحطيت عليها طبقه اسمنت. ابن عمه اتوهم، بدل ابن عمه ما يعمل ايه بقى؟ لا انا ماليش دعوه او يكلم الشرطه، لا ده ابن عمه هيعمل كارثه دلوقتي. برضه حتى القرابه الغلط غلط. قام بكلم اخوه الكبير، اخو مصطفى الكبير: تعالى على القهوه دلوقتي. فلما جه قال له مصطفى: اخوك عمل كارثه مصيبه. عمل ايه؟ هو اللي قتل جنى، خطفها وقتلها ودفنها فوق السطوح. اخوه: يا نهار ازرق، ده احنا كده هنروح في داهيه، وانت ازاي تخطفها وازاي تقتلها وازاي تعمل كده؟ ده البنت كل يوم عندنا، ده زميله اختك، وانت اصلا يا مصطفى مش وش الحاجات دي. مين اللي قالك تعمل كده؟ قال اللي قال لي اعمل كده محمد صاحبي اللي ودانا في داهيه. ما انا قلت لك يا محمد مالكش دعوه بالواد الكلب ده، مالكش دعوه بالشيطان ده، والف مره وانت ما تسمعش كلامنا. المهم في النهايه قال له: خلاص احنا هنقف جنبك، تعالى بقى نطلعه ونوديها في اي حته بعيد عن البيت، لو
اتمسكت وريحتها طلعت هنروح في داهيه. بالفعل طلعوا كسروا الصبه والخرسانه وخدوا البنت وفي عربيه اخوهم الكبير وراحوا رموها في بياره صرف صحي ورجعوا. خلاص الموضوع انتهى على كده، محدش شافهم. لكن قدرة ربنا سبحانه وتعالى وحكمته علشان اللي عمل جريمة لازم يتحاسب. الولد مش وش كده، بس لما عمل كده ارتبك وكل يوم بيخاف وبيحلم بكوابيس كل يوم. بيقول كل يوم بتجيلي في المنام تقول لي انت ليه قتلتني يا مصطفى؟ ليه يا محمد مصطفى موتني؟ ليه خنقتني؟ فبدأ محمد مصطفى كل يومين ثلاثة يروح عند البيارة يبص عليه الشوال موجود ولا لا. لعند ما بتوع الصرف الصحي شافوا الواد ده كل يوم شوية بيجي ليه. فقال لك اما نبص كده في البياره دي لقوا في شوال مرمي. قال لك الشوال ده فيه ايه؟ بيبصوا لقوا فيه جثه بنت صغيره. بلغوا الشرطه جت خدت البنت متحلله، لكن بالمواصفات والتحليل وصلوا اللي هي دي جنى. طيب حد شاف حاجه وهم بيرموا الشوال ده يا جماعه؟ احنا ما شفناش حد، بس كان كل يومين ثلاثه بيجي واحد يبص على البياره دي ويمشي. هو مين ما نعرفوش. الكاميرات جابت ان هو ده مصطفى. طبعا قعدوا وصلوا لمصطفى وقالوا لابو الجنى الله يرحمها مين ده؟ ده مصطفى اللي جنى كانت بتلعب مع اخته في نفس اليوم، اخته زميلتنا. فظابط الشرطه قال له انت ازاي تسمح لبنتك اصلا تروح بيت فيه الشباب كده؟ حتى لو هو عنده 20 سنه وهي عندها 9 سنين، انت ازاي تسمح؟ وازاي تسمح ليها تروح تقعد هناك ساعه ونص ساعتين وانت كل مره بيحصل كده؟ ازاي؟ انت مشارك في الغلط ده انت وامها. ضابط الشرطه كان جد. انت مشارك في الغلط ده. انتوا لو خدت بالكم احنا في نص المحاضر اللي بتجيلنا ونص قضايا القتل والخطف مش هتبقى موجوده لو الاب والام خدوا بالهم من الحاجات اللي زي دي. بالفعل وصلوا لمصطفى. تعالى يا مصطفى انت عملت على طول، وجهوا له الاتهام. مصطفى انهار قال فعلا حصل كذا كذا كذا، وانا خلاص انا ما كنتش قادر اتحمل. البنت بتجيلي كل يوم كوابيس في المنام وانا مش قادر اتحمل العمله اللي انا عملتها. انا بعترف وحصل 1 2 3، ومحمد الشيطان ده هو اللي وزني في كل حاجه، واللي ساعدوني عشان نوديها الصرف الصحي اخويا وابن عمي. حكمت المحكمه بالاعدام على مصطفى. محمد 10 سنين، اخواته كل واحد سنه. ومحمد طبعا سالوه انت مبسوط ليه؟ انت مش زعلان ليه؟ ما بتعيطش؟ مش منهار؟ قال لهم انا ارتحت بعد حكم الاعدام، انا عملت غلطه ولازم علشان ارتاح لازم اتعدم. ده عدل ربنا وقانون ربنا، بس انا نفسي ابوه او امها وابوها يسامحوني وربنا يقدرهم ويصبرهم، وانا ربنا يعيني على اللي انا داخل عليه اللي هو الاعدام. والقضيه خلصت على كده، ومصطفى فعلا اتعدم، ومحمد في السجن في 60 داهيه، واخواته كمان المفروض كانوا يبعدوا، لا كل واحد خد له سنه مع الاشغال الشقه. طيب ايه اللي نستفيد ايه؟ نستفيد اللي بنتنا مصطفى ابن الجيران اللي احنا شايفينه واد مجتهد وشاطر وكويس وبنحبه هو اللي قتل بنتنا. ابن الجيران بيعملوا حاجات احنا ما نتوقعهاش. يعني ابننا ممكن يتخطف، ممكن يتقتل، ممكن اي حد يتحرش بيه. منين؟ من اقرب الناس لينا، من الناس اللي احنا حاسين ان هم عندهم امان. الولد ده ابن الجيران ده عنده مثلا 25 سنه وبنحس معاه بالامان. عادي لما يقابل بنتنا يسلم عليها الصغيره، يقابل ابننا ياخده معاه مشوار مثلا ولا حاجه يشتروا حاجه، عادي؟ لا مش عادي لان الناس الشر دي محدش يعرفهم. هم بيبينوا للناس ان هم محترمين وطيبين وكيوت وحاجه كويسه وجدعان ورجاله وتلاقيهم في اي موقف. لكن بالنسبه بقى للحاجات الخاصه بالاطفال ما بيظهرش عليهم ابدا. هو ده مرض اصلا، اضطراب في السلوك وكلام من ده ما بيظهرش عليه. بيبان عليه كل حاجه كويسه، الحاجه دي ما بتظهرش ما بتبانش. وفي مسلسل اللام الشمسيه دي برضو تبين حاجات زي كده. يعني خلي بالنا لان المدرس صاحب ابوه والمدرس بتاعه هو اللي كان بيتحرش بيه بالطفل. والناس دي بتبقى متوحشه حيوانات فعلا والله العظيم. انا اتعاملت مع ناس زي دي لما كنت في السعوديه. كنت مدير هايبر ماركت وكنت واقف على باب الهايبر. اول ما بيفتح بقف على الباب كده والعمال بيفتحوا. فالمهم بيدخل ناس واقف ناس كتير يعني. فدخل طفل ممكن تقول 7 8 سنين كده، واد ما شاء الله جميل وحلو يعني، سعودي هو، ولابس بيلبسوا هناك العبايات الجلاليب دي بتبقى ضيقه شويه كده. ففي 2 كبار واقفين على الباب بصوا للولد وهو داخل وبصوا لبعض وعملوا حركات بوشهم لبعض كده قذره، حركات قذره والله العظيم. انا لو انا في مصر كنت مسكت ال2 دول دوست عليهم برجلي.
لكن انا في السعوديه ممنوع، ممنوع نهائي. القانون هناك يعني صعب قوي، وما فيش يعني هيقولوا انت مصري كذا هيصدق، بس انا كنت على اخر. وبعدين العيال زي ما يكون هم شباب كبار، يعني ممكن تقول مثلا 30 سنه، الناس كبيره 31 41 مثلا، واستنى الولد لما يشتري حاجه ويرجع. انا بقى لما لاحظت كده فضلت اتابع الولد وهو بيشتري علشان محدش ياخد باله منه. وبعدين هو خارج جايين يكلموه، انا دخلت على سن انا عارف الولد ده بقى وعارف عيلته. كيفك يا محمد عامل، هم ما يعرفوش الواد، انا حسيت كده. كيفك وفين ابوك وبتاع، وسلم لي عليه وبتاع وكذا، وانت طالع مع الولد. فهم حسوا ان انا عارف الولد، فقوم بعدين خدت الولد قلت له انت بيتكم فين؟ قال له بيتنا هنا في جنبكم هنا في الشقه اللي في البيت الكذا. طيب تعالى هوصلك. ففعلا مشيته شويه لعند ما بعدنا عن المول، وقلت له كمل انت، وفضلت انا ماشي ووقفت بعيد شويه لعند ما الواد فعلا طلع شقته. ابوه جالي ثاني يوم، هو فكر ان ابوه ممكن يكون فكر فيا تفكير مش كويس، فقال لي انت حصل منك كذا كذا وانت تعرفني ومش عارف ايه. قلت له لا انا ما اعرفكش، بس خد بالك انا حصل 1 2 3 من 2 سعوديين وانا خفت على ابنك، فانا قلت لازم اوصله. وفعلا ما اطمنتش الا لما لقيته طالع البيت. ارجو ان انت ما تبعتوش لوحده تاني المول يشتري حاجه، لان رغم ان السعوديه فيها امان وفيها مرور دايما وفيها كلام من ده، لكن الموضوع هناك الاضطرابات السلوكيه ده عند ناس هناك كتير منتشره جدا بصراحه يعني. فالموضوع هناك يقلق لدرجه ان انت لو انت بتسلم على طفل صغير وحضنته، لا يشك فيك على طول، يشك فيك فورا. لو انت مثلا طبطبت على كتفه يشك فيك برضه. ليه؟ لانهم شايفين اضطرابات سلوكيه كتير عند ناس كتير، وده مرض وحش جدا طبعا. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ ما احنا عندنا في مصر الواد ابو بدله اللي دخل خد بنت متسوله 8 سنين او 9 سنين قد جانا الله يرحمها، ودخل بيها مدخل العماره وكان بيتحرش بيها، لولا اللي فيه كاميرات موجوده في مدخل العماره طلعت الست فضحته. والتاني الحيوان التاني الكلب اللي خد بنت 1 سنة و8 شهور، كان عامل دليفري او حاجه، خطف البنت واعتدى عليها وهي 1 سنة و8 شهور، وفضلت تصرخ لحد ما ماتت. ده ايه؟ يعني ايه اللي جذبك لبنت 1 سنة و8 شهور؟ ايه الغريزه اللي راحت لها؟ ده معنى ايه؟ ان احنا بنتعامل مع حيوانات وللاسف اعدادهم بتزيد. فنخلي بالنا يا جماعه من الحاجات دي، ونخلي بالنا من ولادنا والفيديوهات اللي بيشوفوها. كان في مسلسل في رمضان اللي فات ده كان لمحمد رجب، ابنه كان بيلعب لعبه بابجي، ففي واحد اتعرف عليه من اللعبه دي كبير في السن واصحابه كلام من ده، فقال له ايه العب بقى اصورك من غير التيشيرت وتصور. بدا يبتزه وبدا يهدده، بدا مش عارف ايه، تنفذ اللي انا اعمله لك واللي انا اديه لك، انزل وانت نازل تشتري حاجه هدي لك حاجه تحطها لابوك، طلعت مخدرات. شوف ابتزوه ازاي، وكان عايزين يبتزوه اكتر ويصوروه صور مش كويسه. والواد خاف يكلم ابوه ولا يكلم عيلته، لان مفيش ترابط اسري، مفيش امان للولد اصلا، قاعد على طول على الفيس والحاجات دي. فالوضع صعب جدا والمجتمع فيه انهيار اخلاق رهيب. فنخلي بالنا يا جماعه من ولادنا، وتاكدوا ان معظم المصايب اللي بتيجي وحالات الخطف والقتل والتحرش والحاجات دي بتيجي من اقرب الناس لينا. يعني الطفل لما بيتعرض للخطف او قتل او تحرش، معظم الحالات بتيجي من حد هو مأمن له، هو شايف اللي هو كويس مستحيل يخونه، فبتبقى صدمه كبيره جدا. فنخلي بالنا يا جماعه، ولادنا ما يروحوش لوحدهم في حته، مش البقال اللي جنبنا، لا انا عينيا عليه، ما يروحوش المدرسه ويجوا لوحدهم، ما يمشوش في مكان فاضي. بناتنا ما يمشوش ما يركبوش مواصله فاضيه، لازم تبقى المواصله مليانه في وسط الناس. نخلي بالنا زي البنت بتاعت المعادي اللي قلتها لكم قبل كده، اللي كانت هيخطفوها والميكروباص فضي وهي نازله رايحه رمسيس، الميكروباص فضي، فبتقول له على جنب يا اسطى، وهي جايه تنزل حد من ورا ثبتها في كتفها، والست التانيه معاها حاجه عايزه تشكها في ايديها، لولا ربنا نجدها وفتحت الباب اتفتح في ايدها، قامت راميه نفسها والميكروباص ماشي، ودخلت المستشفى اتكسرت وبتاع، بس ربنا نجاها. شوف كان ايه اللي هيحصل فيها. فنخلي بالنا يا جماعه من الحاجات ديت، لان الوضع بقى صعب قوي، والناس اخلاقها انعدمت، بقت صعبه قوي، والجريمه بقت عند ناس كتير سهله. يعني زمان نادر لما تسال ان في واحد حرامي، نادر لما تسمع ان في واحد قاتل. القاتل ده كنا بنقول عليه سفاح. لا الموضوع بقى دلوقتي سهل، ليه؟ لانهم بيتفرجوا على مسلسلات وافلام فيها اكل وبلطجه طول الوقت، فتبقى انت بتتفرج
لكن هم من كتر ما شافوا حالات القتل والبلطجة في المسلسلات والأفلام حسوا إن القتل طبيعي والسرقة طبيعي والتحرش طبيعي والفواحش طبيعي والفجور طبيعي، موجود حواليهم في كل حاجة بيتفرجوا عليها. فحتى لو هم بيقولوا عليه حرام بس هم شايفينه دايما، فبدأ يبقى مألوف بالنسبة لهم. فمع ضعف إيمان بسيط وعدم مراقبة بنروح في داهية. فيا جماعة نخلي بالنا على أولادنا، ونخلي بالنا على إخواتنا، ونخلي بالنا على نفسنا. ربنا يا رب يبعد عننا شياطين الإنس والجن وأصحاب السوء اللي زي محمد. ربنا يا رب يبعد عنا كل حاجة وحشة، ويحفظ أولادنا ويرحم أمواتنا جميعا، ويصبر أهل جنى، يصبرها ويغفر لمحمد لأنه قال أنا غلطت وتبت. ربنا يغفر له، هنعمل إيه يعني؟ مفيش قدامنا حاجة إلا كده. وينتقم من كل ظالم، ويجعل مثوانا الجنة جميعا، ويحفظ أولادنا. اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم بحفظ من عندك يا رحمن يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.